القاهرة لحضور جلسة النطق بالحكم. وقال محتجون إن مطلبهم بعدم حضور المتهمين أمام هيئة المحكمة يأتي تحسبا لأي اشتباكات محتملة. معنا عبر الهاتف الصحفي أحمد الجمال. أحمد، ما الجديد لديك؟ نعم ضحى، تظاهر عقب صلاة الجمعة اليوم المئات من ألتراس مصراوي أمام استاد بورسعيد للمطالبة بعدم تسييس قضية استاد النادي المصري، وبهدف الاحتكام إلى العدالة على حد وصفهم في إصدار الأحكام. وطالبوا بشدة عدم حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم المقرر لها يوم 26 من يناير الجاري لعدم حدوث كارثة جديدة بمصر كلها على حد وصفهم. بدأت التظاهرة ضحى من أمام البوابة الرئيسية للنادي المصري، وطافوا حول المدرج الشرقي للنادي المصري الذي شهد وقائع الأحداث التي راح ضحياتها 74 شخص. وانطلقت التظاهرة من شارع 3 إلى شارع 23 يوليو، من شارع سعد زغلول ومنه إلى ميدان الشهداء. وهتف المتظاهرون ضد ما وصفوه بجمهورية الأهلي، وحمل المتظاهرون صورا لجميع المتهمين من روابط مشجعي النادي المصري، كما حملت أمهات الشباب صورا لهم للمطالبة بالمحاكمة العادلة وعدم انتقالهم إلى مكان النطق بالحكم تحسبا لوقوع ما لا يحمد عقباه على حد وصفهم. وأعربوا عن مخاوفهم من أن تؤثر سطوة ألتراس الأهلي على حد وصفهم على سير القضية، في الوقت الذي أكدوا فيه ثقتهم الكبيرة في القضاء المصري. شارك في المظاهرة جميع أهالي المتهمين في القضية وضحايا الحادث وأهالي شهداء الثورة، وطالبوا بالحرية للسجناء المظلومين الذين لا دخل لهم بالقضية، كما طالبوا بتحقيق العدالة وتنفيذ وعد الرئيس بإعادة فتح التحقيقات في القضية ومحاولة التدقيق في دلائل إدانة جديدة، والقبض على المتسببين الرئيسيين في الحادث الذين قالوا انهم واضح اسماءهم واضحه ويعلم من هم بالضبط، ومحاكمه كل من شارك في عمليات تامين المباراه. ضحى ايضا اليوم استجابت جميع القوى السياسيه والقوى الوطنيه ببورسعيد لدعوه حزب الوسط في 9 مساء اليوم لمناقشه هذه الامور وإصدار توصيات تصعيدية لإيصال رسالة للمسؤولين عن القيادة السياسية في القاهرة وإصدار قرارات سياسية في القاهرة لتصعيد الأمر وتنفيذ مطالب أهالي بورسعيد، وهو عدم سفر المتهمين لحضور جلسة النطق بالحكم المحدد لها 26 من يناير الجاري. الصحفي أحمد الجمال، أشكرك جزيل الشكر.